الشهداء أحيانا لا يموتون. باسم مؤتمر ستار في ناحية الإبراك والمرأة الحرة نقف اليوم وقفة استنكارية لجرائم البشعة بحق الشهيدات جينا أميني وزينب صاروخان ونكهان هكسان من قبل الأنظمة السلطوية القائمة على الذهنية الذكورية والعنصرية والطائفية التي أصبحت الكارثة البشرية الكونية التي استخدمت جميع الأساليب لإنكار وإقصاء محو الهوية. فالذهنية الذكورية سعت إلى إقصاء المرأة وقتل إرادتها في سبيل الحفاظ على مركزيتها، وإن حادثة مقتل الشهيدات الثلاث هي إثبات لجرائم البشعة. جينا أميني سيبقى صدى اسم هذه الفتاة الكردية التي أصبحت أيقونة لثورة الحرية الجديدة وثورة المرأة خاصة. باسم المرأة في ناحية تل أبرك والمرأة في كل مكان على هذه الأرض ندين ونستنكر هذه الهجمات الشنيعة من العدو التي تستهدف وتدمر حرية المرأة التي سعت الدول الطامعة والذهنية الذكورية السلطوية لقتلها وإبادتها وسلبها حقوقها وحريتها